غالبا الموضوع ده للستات، في ستات كده غريبه قوي لما تلاقي ازمه المصاريف في البيت، في مشاكل في البيت، تعمل نكد، تعمل مشاكل مع الراجل. طبعا هو يعني الشغل فيه مشاكل، في قله مصاريف، في مصاريف زياده. طبعا الست ملهاش دعوه، انا مالي يا عم، انت اللي بتشتغل وبتجيب مصاريف، ماليش دعوه باي حاجه. اشتغل وجيب، حط ايدك في الارض وجيب فلوس، اسرق، ما تشغلش بالها باي حاجه، ولا تعرف جوزها بيجيب فلوس منين، ولا يعني بيتعب وطالع عين امه وانا عايزه فلوس. الراجل يقول لا انا غصب عني والدنيا صعبه والدنيا ازمه والدنيا صعبه قوي. تعمل مشكله، تعمل مشكله وعويصه كمان، وممكن تصدى للطلاق. انصح كل ست يعني شايفه يعني لجوزها مش، ما كانش بيأثر زمان ودلوقتي الدنيا معصره شويه ومعصر والدنيا يعني تستحمله لغايه لما ربنا يرزقه والدنيا تبقى مظبوطه معاه. يعني اي ست، انا بنصح اي ست يعني تفهم الكلمتين دول. في ستات طبعا مش، والله العظيم ممكن تعمل مشكله لو هو ما اداش مصروفها غير مصروف البيت. مصروفها يعني مثلا 500 جنيه 1000 جنيه مثلا مصروفها، يعني تعمل بلاوي عشان المصروف ده. طب هو اثر في مصروفك انت، طب هو يعمل ايه في مصروف البيت؟ ما حاجه بالعقل يعني كل ست لازم تفهم الدنيا ماشيه ازاي. ده انا بتكلم الست يعني الناصحه، والست الست الكويسه، عشان قله المصاريف دي ليها كذا مراحل وليها كذا حاجه معينه. يعني ما فيش حد يقول لي ده بيقل مصاريف، ما هو ممكن بيقل مصاريفه مثلا يعني اصل بص في حته ثانيه بيدفع فلوس على واحده ثانيه، فاهم؟ في كذا مراحل الكلام ده. انا بتكلم دلوقتي الست المراعيه بالبيت واللي بتخاف على بيتها، مش الراجل اللي بيبص. فاهمين انتوا؟